السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم مشجع أهلاوي مع حمدان نور الدين، اللي هنبدأ معاكم بأخبار الأهلي. طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لمشاركة بيرسي تاو ورضا سليم بعد الفحوصات الطبية وتأكيدهم إن شاء الله بجاهزيتهم. طبعا رضا سليم مش هيشارك علشان تراكم الإنذارات مع الجيش الملكي في مباراة سان جورج الأثيوبي، وطبعا إن شاء الله الاعتماد هيبقى كأقرب الحلول على حسين الشحات. الفحوصات الطبية تؤكد جاهزية رضا سليم. كهربا يعزم رضا سليم وإمام عاشور بعد تألقهم في مباراة المصري في قصر الكبابجي، عازمهم على أكلة كباب. الجهات الأمنية توافق ل30 ألف مشجع لمباراتي الأهلي والزمالك. طبعا الجهات الأمنية وافقت للأهلي وللزمالك على حضور 30 ألف مشجع في مباراتي التا سولار مع الزمالك والأهلي مع سان جورج الأثيوبي على استاد القاهرة. محلل أداء الأهلي يؤكد أن سان جورج الأثيوبي دفاعه ضعيف وضعيف في التغطية العكسية. أكرم توفيق في التراي ماتش امبارح اللي حصل ما بين لاعبي الأهلي وناشئين الأهلي، طبعا أكرم توفيق أدى بمستوى كويس وظهر بأداء كويس. يعني إن شاء الله كولر بس يستقر ويبدأ إن شاء الله يشارك مع الفريق تدريجيا. كولر يستقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في المشاركة أساسيا على في مباراة سان جورج الأثيوبي. وفحص طبي في النمسا لعمرو السولية علشان يشوفوا ليه الإصابة بتتكرر. الإصابة بتتكرر مع عمرو السولية تقريبا 4 مرات متتالية. طبعا الأهلي هيبعت إن شاء الله عمرو السولية أو هيبعت الفحوصات بتاعته للطبيب النمساوي علشان يعرف الإصابة بتتجدد ليه. وسيد معوض يطالب إدارة الأهلي بعملية الرباط الصليبي اللي هتجرى لعمر سيد معوض في النمسا زيه زي الفريق الكبير بالظبط، زي لاعبين الفريق الكبير، وطبعا ده حقه وبنتمنى له العودة سريعا إن شاء الله. موهبة كويسة وقدر الله ما شاء فعل. الأهلي يطالب الكاف بطائرة خاصة في المباراة سيمبا التنزاني، لأن فرق بين المباراتين الذهاب والعودة، الذهاب في تنزانيا والعودة في مصر 3 أيام، فإن شاء الله يتوافق له. طبعا مش عايز يسافر بالطيران العادي علشان وقت الرحلة والمجهود، وعايز طيارة خاصة من الكاف. طبعا عارفين ان مباراتين سيمبا التنزاني ان شاء الله الاولى على استاد القاهرة الاحد 24/9، والعودة يوم الجمعة 29/9 ايضا على استاد القاهرة، لان المباراة الذهاب والعودة هيتلعبوا على استاد القاهرة ان شاء الله. وتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا الى اجل غير مسمى. ولو وصلت معانا لحد كده، لو انت على الفيسبوك اعمل لايك، اعمل اشتراك في الصفحة، ولو انت معانا على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.